تخيل انت راكب تاكسي او عربيه بس ما تعرفش انت رايح فين. ضرب من الجنون. حضرتك بتعملي كده كل يوم الصبح لما نروح شركات وبتوع الاتش ار يسالونا هو حضراتكم شايفين نفسكم فين بعد 5 سنين؟ ولا حب عمر حد مننا سالهم بقى انتوا كشركه شايفين نفسكم فين بعد 5 سنين؟ لان ساعات كتير بيبقى الموضوع والانيل والادعى من ان اللي بيركب ده ما يعرفش العربيه رايحه فين، ان السواق نفسه صاحب الشركه نفسها ما يعرفش هو رايح فين. ده اول مكون من مكونات الاطار العام للحوكمه، نظم الرقابه، اداره المخاطر المؤسسيه. لازم تبقى عارف انت رايح فين، هذه الاستراتيجي عامله ازاي، ومن ثم تعملها البيزنس يونتس او وحدات الاعمال، قطع الغيار اللي في العربيه اللي تحقق هذه الاستراتيجيه. قطعه الغيار العربيه بتاعه السبورت كار غير الفان غير النص نقل. انت عايز تروح فين، فعايز تجيب قطعه غيار عامله ازاي كمكون وككاليبر واحد يشتغل جوه هذه قطعه الغيار. ومن ثم سبت قطع الغير مرميه كده، ينفع العربيه تمشي؟ قال لك لا، لازم تعمل سياسات واجراءات تاليه تشغيل تربط هذه الادارات ببعضها، هذه قطع الغير ببعضها، الخراطيم والوصلات. تخيل معاك عربيه نص نقل، عربيه اخر موديل بس ما فيهاش تابلوه. ما ينفعش. لازم بيرفورمانس مانجمنت، يبقى لازم تعمل مؤشرات اداء تقيس الاجراءات اللي بتتم جوه وحدات الاعمال عشان تحقق الاستراتيجيات. ومن ثم لما التابلو يطلع لك ان لمبه البنزين منوره، هذا مؤشر تقوم انت مدخله على اداره المخاطر المؤسسيه. عندك مسطره، عندك ريسك ابيتايد وتولرنس على مستوى المؤسسه، على مستوى كل قطاع من القطاعات والاداره من الادارات، كل واحد عارف اللي واللي عليه، يطلع لك من اداره المخاطر المؤسسيه المعلومه تاخد قرار صحيح.